كان من الممكن. لا كانت اخر مباراه للكابتن طلعت رغم يوسف. تاكيدات السيد كمال ابو علي. انا بقول لحضرتك نعم. ليه يا كابتن؟ ده المجلس كله كان في المجلس كله كان في الجونه. المجلس ده كله كان في الجونه. نعم. كان على واخد مستعد مسانده ولا لا؟ معلش خليني بس اقول لك الايه الواقع والحقيقه. نعم. خدت بالك؟ لكن هو يعني انا ضد الكلام ده. يعني ان يبقى في نوع من الحسابات والتربص المسبق يعني بالشكل ده كان هيبقى غلط. لكن المفروض انه طالما يعني المصري عمل ماتش كويس. يعني الفرص اللي ضيعها عبد المنصف هايل. المصري عمل ماتش كويس. نعم. والمفروض ان تكون يعني الفرقه بتلعب مش تحت ضغط عصبي، ان لو ما كسبتش مدربها هيمشي. معلوماتي ان اللعيبه بتحب الكابتن طلعت. بتحب الكابتن طلعت. بتحب رغم انه صارم جدا. بتحبه. دي معلومات. لكن يعني ملخص الحدوته كلها انه لو كانت هناك نتيجه اخرى غير هذا. شوف ازاي. شوف ما اعرفش فرص وانفرادات. نعم. لكن طبعا يعني النتيجه انا في رايي ما كانتش متوقعه للجونه. ما كانتش متوقعه. وعشان ما تقولش العظيمه يجيب اللي انا توقعاتي. انا برضو كنت متوقع فوز الجونه. كنت متوقع مش هقول العظيمه فوز الجونه. نعم. من خلال ايه بقى؟ من خلال بيلعب في ملعبه. طبعا ما بيلعبش في ملعبه خالص. ومع كده والفرقه متكامله والكابتن انور عمل شغل كبير. لكن انا شايف انه المصري عنده ماتش تاني الاسبوع الجاي يوم الاثنين او الثلاث مع الاتحاد السكندري. نعم. فبرضه ممكن يحقق من خلاله مكسب. او التوقعات تشير طبعا. التوقعات تشير الى فوز المصري. هقول لحضرتك ماتشات هو مع الاتحاد القادمه كلها مع الاتحاد. وبالتالي الحسابات بالموقف ده يعني بنتيجه ده. فاكر لما طلع الكابتن طلع راح بورسعيد كانت الدنيا بتهيص. نعم. لكن تقدر تقول ان طبعا عاده دي الحقيقه ضربه الجزاء اسف في اللفظ الغبيه. يعني ما فيش ما يدعو ابدا للمدافع انه يلعبها بايده هنا يا كابتن فتحي. يعني كرة بالعرض وكرة ما فيهاش صعوبه حتى لو سابها تعدي. لكن شوف ضربه جزاء والياس ترجمها الى هدف. عبد المنصف متخصص في ضربات الجزاء الحقيقه. لكنها بس يعني هو راح بدري. يعني قفل زاويه بدري. يعني راح بدري قوي يعني. نعم. باينه قوي انه راح بدري. لو الثابت لو في ثبات. بص يا كابتن لسه ما دخلش. بص يا دوبك لسه ما حطش رجل في الكوره وعبد المنصف راح على اليمين. عارف يعني الجون بيختار زاويه هو دايما عندنا حته الاختيارات دي. مش حته النهارده يبقى بس على الكوره. ادي ضربه الجزاء دي بقى في الدقيقه الثانيه من الوقت بدل الضايع. انا مش عارف بره ولا جوه هنشوفها في الاعاده. لكن ياسر عبد الرؤوف في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع كان في شك في ضربه جزاء للجونه في الشوط الاول. توقيتها صعب جدا. ضاعت. والشناوي صدت الشناوي. دي صد بنقطتين. طبعا صد بنقطتين. طبعا يعني هو كانوا لو دخلت جون هيبقى معاه نقطه بدل من 3. هو يعني جاب 3 بونت تمام. صده مهمه قوي. ودي ميزه لما يكون عندك جون وجون عنده ثقه. الحقيقه هو الشناوي الحقيقه مميز. يعني حتى في كاس العالم كاس افريقيا صد ضربتين الجزاء والحكم عادهم له صد واحده. وفي كاس العالم الارجنتين الكره بعد